النهاردة هعمل شوربة عدس. المكونات بصل وثوم وطماطم وعدس. الكمية كوباية عدس أو كوبايتين على حسب الاستخدام، وجزر. هنا بقول لكم في بصل وثوم وجزر وطماطم وعدس، يعني بنقدر نزيد الكمية على حسب الاستخدام. غسلت العدس كويس وحطيت عليه الخضار وبنرفعه على النار. هنا بنسيبه لحد ما يستوي خالص. التوابل بنحطها في الاخر، يعني وهو بيتسلق لسه بياخد وقته. بعدين بنضربه بالهاند بلندر او في الخلاط، بس لازم يبرد شوية لو في الخلاط. هنا بعد ما استوى بنخلطه، ويفضل ان احنا نطفي البوتاجاز لعين الغاز لحد ما نخلص ضرب خلط المكونات يعني. وبعد كده بنشغل النار تاني تحت العدس، وبيكون نار متوسطة عبال ما نعمل البصلة. بنجيب بصلة صغيرة مثلا او وسط، لان انا مش عاملة كمية كبيرة من العدس، عاملة تقريبا مج واحد عدس وعليه بقية الخضار دوت. فهياخد بصلة وتقريبا نص فنجان شعرية وزيت. هنا بنهرسهم كويس بالخلاط او الهاند بلندر. هنا ده كزبرة وكمون ومكعبين مرقة، لان احنا عاملين الشوربة بمية، مش شوربة فراخ او شوربة لحمة. الشوربة ديت خفيفة يعني، فاحنا حطينا عليها مكعبين مرقة عشان الطعم. ما بضيفش ملح، مجرد ما بستخدم المرقة. هنا ده قوامها. هنا دي في طاسة بنعمل بصلة، يعني مخرطينها عادي بالسكينة يعني، ولا خلاط ولا حاجة. هنا بسكينة بنقلبها في الزيت لحد ما تقرب انها تستوي شوية، فبحط عليها تقريبا نص فنجان شعرية، مش كوباية كاملة، نص بس. فبعد كده بنفضل نقلبها لحد ما الشعرية تاخد لون، وبعدين بنضيفها على شوربة العدس. انا بعد ما خلطت العدس حطيت التوابل بتاعته، ودي طشة البصل بالشعرية. هنا هو بنزيد شوية شوربة كده علشان ناخد الكمية الباقية، ونضيفها على الشعرية وبنسيبها تقريبا يعني 15 دقايق بالكتير، بس لازم نقلبها على الشعرية. ده كده بالنسبة للشوربة. انا نزلتها قبل كده بس بدون صوت. فهنا ناس طلبت ان انا انزل شرح على الفيديو اللي انا بقدمه. هنا شوربة العدس جميلة ومغذية وخفيفة برضو يعني، لانها بالمية. هنا الوصفة التانية فراخ في الفرن. انا تقريبا معظم الفيديوهات دي نزلتها قبل كده بس بدون صوت. فانا هبدأ اعمل فيديو واحد بس في الاسبوع، اجمع فيه اكتر من فيديو، هسميه منيو الاسبوع، بينزل يوم الثلاث الساعة 5. فاللي حابب يتابع الفيديوهات بصوت. عندنا فرختين مغسولين
وده مايونيز وصويا صوص وكاتشب ومستردة. التوابل كانت ملح وفلفل وبهارات مشكلة وبابريكا وفلفل اسود. المكونات ديت بنحطها في بولة او في الصينية دايركت اللي احنا هنشتغل بيها. هنا دي الصينية اللي انا هشتغل فيها. حطيت فيها الصوصات ودي التوابل، بنقلبهم مع بعض، وممكن بنضيف شوية زيت كمان. ده الكاتشب. يعني كل حاجة قد معلقتين كبار كده، الا التوابل طبعا يعني على حسب الحاجة انتي بتحطي التوابل اللي انتي حاسة انها ممكن تدي طعم عندك، فبتحطيها كميات المعقولة اللي هي تكفي فرختين. الفراخ طبعا بننضفها كويس وبنشيل كل الزوايد اللي بنشيلها، ولازم تتصفى في مصفى. يعني ما ينفعش ان انا اغسل الفراخ واخدها اشتغل بيها على طول، سواء بسلقها سواء بشويها. لازم اصفي ميتها على الاقل نص ساعة في مصفى كده، وتحتها حاجة انها تصفي المية بتاعتها كلها. هنا بعد ما خلصتهم فوق الجلد وتحت الجلد كده ودعكتها كويس، احنا ما حطيناش بصل وتوم فريش، كله بودر. فهنا هوت بغطيها بفويل وبدخلها الفرن لحد 40 دقيقة، وبعد كده بنرفع الغطا او ورقة الفويل اللي احنا حطيناها ديت، وبنديها شوية دقايق برضو. هنا بقول لكم ان انا قدمتها مع سلطة وعيش، عيش محمر، عيش شامي محمر والسلطة. وده كان غدا في يوم يعني. انا بحاول اجمع الفيديوهات اللي انا قدمتها قبل كده وبنزل عليها الصوت والشرح، وهتبقى برضو مدتها مش كبيرة. على قد ما بقدر، انا مش بطول في الفيديوهات وانا بعمل مونتاج ليها. هنا ده كان يوم غدا فراخ مشوية مع سلطة. هنا وجبة تانية سمك مشوي في الفرن. انا هنا عملت سمكتين، كان حجمهم يعني فوق الوسط شوية، منضفين وجاهزين ومصفيين. التتبيلة بتاعتها توم وخضرة، يعني سواء بقدونس سواء كزبرة. هنا في بابريكا وملح وفلفل اسمر، شوية صغيرين جدا الفلفل الاسمر، وكمون وكزبرة ناشفة. ده بالنسبة للتوابل بتاعت السمك. ضفناهم هنا في الكبة، ودوت تقريبا معلقتين كبار خل. ده فنجان القهوة الصغير بناخد نصه، وبرضه دول شوية زيت زيتون، لان احنا مش هنقلي السمك، احنا هنشويه في الفرن. هنا بعد ما حطيته هنضرب المكونات دي في الكبة، بنحشي بيها السمك، بنتبله من جوه ومن بره. بنعمل في السمك زي شرحات كده. هنا بقول لكم التتبيله من جوه ومن بره. بنحشي السمكه من جوه ومن بره على اساس انها تاخد التتبيله. ما قعدتهاش كتير عبال بس ما تبلت السمك. كنت حضرت الصينيه فيها بطاطس وبصل عشان افرشه تحت السمك. ما بنكترش، دي فرشه بس، لان السمكة هنعمل جنبيها حاجات تانية، فاحنا مش بنعمل صينية سمك بالبطاطس، لا احنا بنفرش بس عشان نحمي السمكة. هنا حطيتهم وهضيف عليهم شوية زيت زيتون كده من على الوش من فوق. يعني كمية
الزيت اللي احنا استخدمناه تقريبا 3 معالق كده، 4 معالق زيت، مش كتير يعني. وبندخلها الفرن وبتتشوي. في الاخر كده ممكن نولع عليها الشواية برضو كام دقيقة واحنا ملاحظينها، على اساس ممكن الشواية تكون حامية، على اساس نبقى متابعين الشغل بتاعنا واحنا بنشتغل. هنا حطيتها على الصاج بتاع الفرن من تحت، ولما استوت يا دوبك بس اديتها وش على الشواية واحنا واقفين جنبها، يعني مش ما سبتهاش يعني. هنا قدمناها مع رز وسلطة. يعني انا بحاول اجمع الفيديوهات وانزل عليها صوت، وهيبقى حلو حادق مع شوربة كده يعني. هنا دي السمكة ما شاء الله، وبالهنا والشفا. هنا رز بالبصل، وهنا دي سلطة خيار على طماطم على بصل بليمون وملح بس. هنا ده رز بلبن، رز بحليب. هنعمل الكمية مج واحد من بتاع الشاي رز مصري. وبعدين بنحط عليه تقريبا مقدار الرز 2 مية او 3 عشان نسلق الرز. لازم نسلق الرز، ما ينفعش ان انا اسويه في اللبن على طول. بعد ما استوى الرز بنحط عليه لتر حليب، يعني كوباية رز زائد كوباية سكر نفس المقدار، عليهم لتر واحد حليب كامل الدسم، يعني الحليب المتوفر عندك يعني. بنفضل نقلب فيه لحد ما ياخد القوام. انا مش بحط نشا في الرز بلبن. هنا غطيتها، بس المفروض عشان اللبن ما غطيهاش، فضروري تاخدوا بالكم من الملاحظة ديت، ان انتوا ما تغطوش الرز بحليب وهو بيستوي، الا اذا كانت الحلة واسعة جدا او عميقة. هنا ده الرز بلبن، بقول لكم برضو بنتابعه، وبنضيف السكر في المرحلة الأخيرة وشوية فانيليا للريحة والطعم. هي دي الإضافات اللي أنا بضيفها على الرز بحليب. برضو الفيديو ده نزل قبل كده بتصوير أوضح بكتير من دلوقتي، وبتمنى إن شاء الله إن الفيديوهات دي تعجبكم. وأنا بنزل فيديو يوم الجمعة الساعة 5، والفيديوهات المنيو الأسبوع أنزله يوم الثلاث الساعة 5، على حسب يعني الفيديوهات المتاحة عندي هجمعها وأعملها بصوت وانزلها يوم الثلاث الساعة 5. فتابعونا وقولوا لنا ايه رأيكم في اي ملاحظات، اي استفسار عايزينه، يا ريت تكتبوا في الكومنتات. وبرضو انا بحاول، دي قشطة بقول لكم، ديت نوع قشطة ممتاز بصراحة، بنحطه على في المرحلة الأخيرة بعد السكر والفانيليا. مجرد ما بتدوب عندي القشطة مع الحليب والرز، ببدأ أغرفهم في بولات، في فناجين، في اطباق صغيرة، لأن احنا الرز بلبن بنستخدمه يعني كميات للفرد، مش بينفع نحطه في بولة كبيرة يعني، مش زي الكريم كراميل احنا بنحطه في كوبايات، فناجيل، اطباق حلويات، بنحطها على اساس ان احنا للفرد، يعني استخدام فردي.
هنا بنحط زبيب، وبنحط جوز هند. لما نيجي بنحطها في التلاجة بنغطيهم كلهم بورقة فويل كبيرة كده، ونسحب منهم على حسب احتياجنا يعني. وبالهنا والشفا، واتمنى الفيديوهات تكون بتدي حتى ولو معلومة سريعة، ونشوفكم بكل خير، وشكرا. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.